احنا هنقضيها النهارده اكل ورديحه، وعلشان الاكل بتاعنا خفيف وبسيط جدا هعمل معاكم كده شويه قرايش سهله وبسيطه ومفيش اسرع منها. بس الاول كده نسمي بالرحمن ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا رب دايما تكونوا بخير. ويلا بينا نبدا نشتغل على طول. حطي اللايك يلا. وعلى طول بقى هتجيبي كيلو من الدقيق، هتضيفي عليه 3 معالق كبار من السكر. ركزي، كيلو من الدقيق 3 معالق كبار سكر رشة ملح، معلقة كبيرة من السمسم المحمص. حلو وسهلة قوي. هتجيب معلقة كبيرة من ريحة الكحك، ودي بتجيبيها من عند اي عطار. هتجيبي كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر او نص معلقة. قلبي المكونات الجافة دي مع بعضها حلو قوي، وكمان صلي مرة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هاتي بقى يا ست الكل كوباية زيت، ويكون دافي كده، وحطيها على المكونات اللي في الطبق. وهتجيبي كوباية تانية تحط نصها زيت ونصها سمنة. على ما تسخن هي كمان هتجيبي كوباية من المية، وهتحطي فيها ظرفين من الخميرة الفورية. حلو. ورشة بسيطة من السكر بس عشان تنشط الخميرة. وقلبي المكونات مع بعضها كويس، وغطي عليها واركنيها بس على جنب دقيقتين، بس الخميرة تفور. هاتي بقى الكوبايه التانية اللي هي على سمنه على زيت، وهتقلبيها كويس جدا مع الدقيق. بسيها، يعني عايزينها تكون الدقيق متشرب كميه السمنه والزيت. بعد كده هتجيبي بقى كوبايه الميه اللي حاطين عليها الخميره والسكر، وتعجني العجينه كويس اوي، وتغطيها يعني 10 دقايق. وهتجيبي الصينيه من صواني الفرن الكبيره بالشكل ده. انا مستخدمه الصينيه اللي هو مقاس 40 في 60. هبدأ اخد العجينة بعد ما استريحت 10 دقايق، هفردها في الصينية بالشكل ده، وهقطعها صوابع. عملنا قرايش في صينية واحدة، عملتها معاكم قبل كده، كانت بالعجوة تحفة والله العظيم يا جماعة، سهلة جدا. وبصراحة الولاد يعني احيانا كده الصبح يعني بنكون كلنا عايزين شوية شاي بحليب او شاي حتى مع روشتين كده، فقلت لهم اعمل لكم سادة وننجز وقت النهارده. خلاص هسيبها بس تختمر بقى، وعلى ما تختمر نجهز الغدا. قلت لكم ورديحي. هو بصراحة الايام دي مفيش حاجة ورديحي، يعني كله بقى بفلوس وكله غالي شوية، بس برضو يعني اكلة سهلة وبسيطة هنقضيها يعني. جبت كام بتنجانية كده وغسلتهم، وهبدأ اقطعهم شرايح بالشكل ده. لو وصلت معانا لحد هنا ولسه ما حطيتليش اللايك، وبعدين بقى مستنيه حط اللايك بسرعه واكتبي لي كلمه حلوه كده. وربنا يحفظكم جميعا يا رب وما تحرمش منكم. بعد ما قطعت البتنجان رشه ملح خفيفه عليهم، واركنها على جنب. هات 3 حبات من البطاطس او على زي ما تحبي يعني. جيب بطاطس تحمير، البطاطس اليومين دول تحفه جدا بصراحه. هغسل البطاطس وهبدا اقطعها صوابع. وكمان غسلت كده 5 حبات طماطم او 6 حبات. بس الاول على بطاطس التحمير ده حطيت ميه مغليه وشويه خل وشويه ملح، قلبتهم مع بعض كويس. وهاتي بقى الطماطم، شيلي مكان العنقود بتاعها، وشرحي الطماطم كده بس ما توصليش للاخر. هنعمل شويه طماطم مخلله بتتبيله سهله وحلوه قوي. والتتبيله اللي هنحطها للطماطم برضو هي اللي هنحطها للبتنجان. فجبت الكبه، حطيت معلقه صغيره من الثوم، وثلاث اربع حبات كده من الفلفل، يعني من ضمنهم كده حبايه احمر حامي يعني. وهحط بقى شويه ملح، وهضرب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. ومعايا بقى خلطه ملح كده على كمون على شويه كزبره، حطيتهم برضو مع التتبيله. هعصر ليمونه كبيره بقى. وكمان هحط يعني معلقه كبيره من الكزبره الخضراء، بحبها قوي مع الطماطم المخلله ودقه البتنجان بصراحه. هضرب بقى تاني في الكبه، وهفضي بقى التتبيله الخطيره دي في طبق، وهبدا ان انا احشي الطماطم. بصوا بقى يا جماعه، بصراحه الطماطم المخلله دي بتكون تحفه جدا جدا يعني، واحنا كلنا بنحبها. جربت الطماطم المخلله لو لسه ما جربتهاش، فبصراحه من الحاجات اللي بتفتح النفس. ده شكل الطماطم بعد ما حشيناها. بدات ان انا احمر في البطاطس، ما بتاخدش وقت خالص طالما حطيت عليها الخل والملح. وهنا كمان القرايش ما شاء الله اختمرت وجاهزه تدخل الفرن على درجه حراره، ركزي على درجه حراره 170 على الرف اللي في النص. تمام. هنا بقى البطاطس اتحمرت وبقت خطيره، مش محتاجين ان احنا نضيف على اي حاجه، على الملح بتاعها ومتظبطه. هبدا بقى ان انا احمر في البتنجان. شفت حاجه اسهل من كده؟ في 5 دقايق اهو عملت لك اكل. يعني حاجه كده زي الفل. حمرنا بقى البتنجان هو كمان، وخلاص بقى جاهز ان احنا نحط عليه شويه تتبيله بقى، ويكون معانا ألذ بتنجان بالدقه. بتنجان بالدقه ما تقولش لا، كلي واضربي. خلاص. تعالوا بقى اما اقول لكم احنا الاكله ديت يعني
طبق سبانخ متبقي من امبارح. عملنا على حسه ما شاء الله اللي انتوا شايفينه ده. بطاطس وطماطم وبتنجان وخيار ومخلل وشوية عيش متسخنين في الفرن كده. حاجة بألف هنا وشفا. كمان بصوا بصراحة في الوقت ده احنا كنا اكلنا، على ما اكلنا كانت القرايش بقى استوت، ويا سلام بقى مع كوباية شاي على الصبح. بص عايزه اقول لك اول ما بتخرج بتحس ان هي طريه شويه كده، وتحس ان ايه ال- القروشه من تحت عرقانه كده. لكن بصراحه مجرد ما بتبرد و... وتبرد وايه كمان، مجرد ما بتبرد بتكون تحفه وزي الفل. طعمها زي الفل، تقدري تعمليها بسمنه بس، تقدري تعمليها بزيت بس، اللي يريحك. وكمان عايزينها اقتصاديه بالميه، والله يا جماعه طعمها وعلى راي اختي راها زي السكر. بألف هنا وشفا على قلبكم. مع السلامه.